الآباء إذا ما قللت المهور وما زوجت الشباب، فالشباب راح يقدموا على خطوات تصعيدية، راح يقدموا على خطوات تصعيدية خطيرة. وأضرب في هذا المثال قصة جميلة وأختم فيها إن شاء الله. وهذه القصة أيها الكرام قصة حتى نرسم البسمة على شفاهكم، لأن هذا الموعد هو موعد فرح وليس موعد كلمات ولا خطب ولا غيره، إنما هو موعد فرح وابتسامة. أذكر لكم هذه القصة، وهذه القصة قصة تعزيرية وتخويف للآباء اللي ما بدهم يزوجوا أبنائهم. من بعض الشباب يا كرام اللي اتخذ خطوات تصعيدية ضد الآباء للزواج، شاب. هذا الشاب أجا وقال والدي معه مال ومصاري كثير لكن ما بده يزوجني. طب يابا زوجني، أريد الزواج. قال له والله يابا اشتغل وهات مصاري وتزوج على حسابك. مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة 10، الوالد لا يريد، خلاص الوالد قفل عقله لا يريد للشاب هذا أن يتزوج بماله وبتعبه. قال له الشاب طيب ماشي أنا معك للنهاية. في يوم من الأيام يا كرام الشاب هذا بيتحدث بيقول جبت بربيش طويل ومديت هذا البربيش تحت سرير أبوي تحت التخت. صارت الساعة 2 في الليل، إذا في عزبي يسمعوا يركزوا كويس والآباء معلش. فالشاب هذا اكتبوا على ورقة مش مشكل، بده يكتب. فهذا الشاب مد البربيش. صارت الساعة 2 في الليل، الوالد طبعا نايم، فصار ينادي جوا البربيش قال يا فلان قوم من النوم. فقام الوالد منزعجا ما هذا، فظن أن هناك جنيا في الغرفة، فقال له يا فلان بتكاش تزوج ابنك؟ مش ناوي تزوج ابنك مش بكفي؟ قال له والله العظيم لزوجه بكرة الصبح. خلاص بكرة الصبح، طبعا هذا هو بيرجف خوفا. قال له بكرة الصبح بدي أزوجه. وبقول الشاب وشديت البربيش ورحت نمت. ثاني يوم الصبح صحيت الصبح وجيت جلست في الصالون وقاعد، ولا هو الوالد جاييني قال لي يابا مش ناوي تتزوج؟ بتكش تتزوج يابا؟ الولد قال له يابا أنا خلاص بطلت أتزوج. قال له علي الطلاق من أمك لا تتزوج. خلاص ما ضل فيها، علي الطلاق من أمك لا تتزوج. فأيها الكرام الشاب نجحت خطته وتزوج الحمد لله. بعد 6 أشهر من الزواج زوجته بتقول له يعني مش ناوي هيك تجيب لك سيارة أبوك معاه مصاري؟ قالها هات البربيش. قالها هاتي البربيش. لذلك أيها الكرام يعني ننصح الآباء أنهم يكونوا عونا للأبناء، يكونوا عونا للشباب في قضية الزواج.